موديس. طيب يبقى مش مشكلة الأهلي. ما أنا بقول لك الأهلي مش طرف، هم مشكلة اللي بيخاف. بس يبقى احنا عايزين نشيل اللي بيخاف ده عشان نلاقي دوري. فأنا بقول لك أهو لنادي الزمالك، خلينا نرجع لنادي الزمالك. لو ما الأربع طلبات بقى دلوقتي ما تحققوش، أنا بكرة هعمل فيديو. ايوه احنا مش في خناقه. لا مش في خناقه يا حبيب قلبي، هعمل فيديو مش في تهديد يا حبيبي. لا ولا تهديد ولا خناقه، حتى لا يفسر كلام حضرتك غلط. لا عشان ان انا لما عملت هو دلوقتي احنا لما بنتكلم عشان صالح الكره في مصر والزمالك والاهلي بنحاول نتواصل مع الاستاذ ابراهيم المنيسي رئيس تحرير مجله الاهلي. انا مش هتكلم احسن. لا انا انت كل ما اجي اتكلم في حاجه تقفلني، كل ما اجي اتكلم في حاجه تقفلني. مش بقفلك انت دلوقتي مش جايبني عشان تعرف. هو مش خناقه. هو دلوقتي انت مش بتاخد رايي. انا ما بتخانقش مع حد. حلو قوي. في بعض الامور اللي لازم نرد عليك فيها، ولا انت مش بتعمل؟ انت مش بتديني فرصه اتكلم. كابتن رضا طيب كلمه واحده هرد بيها عليكم، سياحكم طرب. اللي بيحصل في كل دوريات العالم. العالم. تخوف ان الزمالك يطلع من الخناقه دي مش كسبان حاجه؟ ما هو ما كسبش حاجه. ايه اللي كسبه؟ ايه اللي كسبه؟ انا بالنسبه لي كلامك ان الرياضه لازم يكون في عداله، ان الرياضه لازم يكون في تكافؤ فرص، ان الرياضه لازم كل الناس يكون في عدل ما بينهم. وعجبني كلمه وبرضه رسالتي للكابتن سيد عبد الحفيظ، في راجل ليه كل الاحترام والتقدير، لما اتكلم قال انا جامد. طب انت جامد؟ انت بتقول للناس كلها ان انت جامد علشان خاطر بيتأجل لك ماتشات على مزاج النادي الاهلي. النهارده انت جامد. لما كان بيتكلم مع عفيفي يقول له انا عارف ان انت جامد، انت جامد دي زي ما انت قلت يا كابتن. خلاص يبقى حقوق البث يبقى في عدل ما بين الناس كلها. النادي الاهلي طبعا نادي جماهيري وبياخد بطولات لا هو كان بالنسبه له رقم واحد في افريقيا. هو كان ممكن قصده جامد ان انا بعرف اخد حقي. ما هو اضعاف المنافسين يا كابتن. انا دايما بقول النادي الاهلي شاطر في اضعاف المنافسين، وناس كتيره جدا انتقدتني في الموضوع ده. النادي الاهلي مش بيلعب كوره بس في الملعب، النادي الاهلي بيشتغل في تفاصيل كتيره جدا 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 خارج الملعب. جامدين ومفيش غيرنا احنا، حلوين ومفيش غيرنا احنا.